اهلا بيكم في فيديو اخبار جديد مهم عن اخبار نادي الزمالك. اتحاد الكوره يوقع عقوبه على نادي الزمالك بسبب انسحابه من مباراه السوبر، وبيراميدز بيشارك بديل عن الزمالك في مباراه السوبر. هنتكلم على استعداد نادي الزمالك لمباراه الاسماعيلي. اتمنى قبل ما نبدا اعمل لايك للفيديو ده، لو انت جديد عندي في القناه اشترك وفعل الجرس على الكل، ويلا بينا نخش على اخبار نادي الزمالك. وهنبدأ بأول خبر معانا، واعتذار نادي الزمالك عن لعب مباراة السوبر ضد النادي الأهلي في الإمارات، وده أول قرار لمجلس الإدارة. كل الجمهور وكل الزملكاوية متمسكين جدا بيه وداعمين كمان مجلس الإدارة، لأن الزمالك ليه حق عند اتحاد الكورة دلوقتي إن هم المفروض يعاقبوا اللاعب، زي لما كل الإعلام اللي كان موجود دلوقتي بيتكلم على إمام عاشور لما شتم رموز النادي الأهلي وتعاقب تاني يوم على طول، وعقوبة كانت قوية. دلوقتي هم مش عارفين يعاقبوا لاعب بعينه. ودلوقتي عايز اقول لكم ان دلوقتي جمهور نادي الزمالك مبسوط جدا ان الزمالك مش هيشارك في المسرحية اللي شغالة دلوقتي، ودلوقتي شايفين ان بيراميدز هو اللي في الصورة وان هو اللي هيلعب ضد النادي الاهلي في السوبر. وعايز اقول لكم كمان ان في خسائر كبيرة جدا، لان طبعا كل الاعلاميين وكل البرامج كانت دايما بتتكلم عن مباراة الاهلي والزمالك، اذا كان حتى الاساطير بتاعت نادي الزمالك او النادي الاهلي بيستضيفوها بتبقى سهره كرويه. كل ده راح بسبب طبعا ان الزمالك مش هيشارك. وعايز اقول لكم كمان ان كان في جمهور حاجز بعض التذاكر. دلوقتي الشركه المنظمه اعلنت كمان ان جمهور نادي الزمالك ممكن يرجع التذكره عادي جدا. فالخسائر كلها رايحه لاتحاد الكوره. طبعا فريق بيراميدز فريق كبير، ولكن اكيد طبعا يختلف عن نادي الزمالك. عايز اقول لكم حجم وشعبيه نادي الزمالك في الامارات كبيره جدا، فكون ان هو يشارك اكيد مكسب لاتحاد الكوره وللاعلاميين، وفي نفس الوقت برضه لكل حاجه هتبقى ليها مكسب بوجود نادي الزمالك. فاللي خسران في الموضوع ده كله وهم الناس المنظمين للمباراه، وكل الدعايه اللي كانت معموله لنادي الزمالك كل ده راح بسبب عدم مشاركه الزمالك. عايز اقول لكم في النهايه ان الزمالك ما شاركش بسبب طبعا ان في ظلم كبير من اتحاد الكوره، وفساد طبعا مش هنتكلم عليه، هو واضح جدا قدام الجميع. وطبعا احنا عارفين ان النادي اللي بيتجامل ده هو اللي بيشارك في بطولة السوبر، وهم مطلعين ان احنا خايفين ان احنا نلعب ضدهم، على الرغم ان احنا لعبنا ضدهم وخدنا منهم السوبر لو تفتكروا في 2020، وكان موجود حتى كهربا، وفاكرين طبعا طارق حامد عامل معاه ايه وكل الكلام ده كله. ولكن هو الموضوع في الاول وفي الاخر موضوع عدالة، ان احنا عايزين حقنا. زي ما بتدي عقوبة للاعب تاني يوم، دلوقتي انت مش قادر تدي عقوبة للاعب واحد. وزي ما شفنا حتى بيانات مجلس إدارة نادي الزمالك اللي كان واضح وصريح جدا، ده أول مرة بصراحة أتفق مع مجلس الإدارة. فكنا نتمنى إن يكون في عدالة، ولكن للأسف مفيش عدالة في منظمة الكرة المصرية عموما، وده كان رأيي بمنتهى الصراحة. ودلوقتي الزمالك بيستعد لمباراة الإسماعيلي اللي هتقام في الدوري، مباراة طبعا مهمة جدا. ودلوقتي الزمالك عايز يرجع مرة تانية للمركز الثاني علشان يشارك في بطولة أفريقيا السنة الجاية، وإن شاء الله إخوان كارلوس أوسوريو يبني فريق محترم يعرف ينافس على كل البطولات. والزمالك ماشي بشكل مستقر وهادي جدا، استعداد طبعا لمباراة مراتي طبعا اللي موجودة دلوقتي حاليا في الدوري، ومش شاغلين دماغنا بوجع الدماغ. اللي يشارك في مباراة السوبر يشارك، اللي عايز يعمل حاجة يشارك. احنا نتفرج بقى على المباراة ونشوف ايه الأحداث اللي هتحصل. ولكن اتحاد الكورة هيوقع عقوبة على نادي الزمالك ممكن توصل نص مليون جنيه، وان هو مش هيشارك في مباراة السوبر السنة الجاية، وده كله عادي. ولكن عايز اقول لكم اهم حاجة ان الزمالك متمسك جدا بالقرار ان هو مش هيلعب، والحمد لله ان الاهلي وبيراميدز، وكده كده بيراميدز هيشارك في المسرحية بتاعتهم دي، وكده كده هيخسر والاهلي هياخد السوبر. فاحنا كلنا متوقعين فوز الاهلي، ولكن احنا كل عايزين ان احنا نركز في مباراتنا في الدوري، وباذن الله القادم افضل لنادي الزمالك. وانتوا برضه شاركونا برايكم عن قرار انسحاب نادي الزمالك والكلام ده كله. متنساش قبل نهايه الفيديو اعمل لايك للفيديو، ولو انت جديد عندي في القناه اشترك في القناه وفعل الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم على خير، يلا سلام.